تخيل معايا في لحظة تكتشف إن أقرب إنسان ليك صاحبك اللي شربت معاه مر وحلو، اللي أسراركم كانت واحدة، طلع بيبص لمراتك بطريقة غريبة، طريقة مش مفهومة، فيها حاجة كده مش مريحة. عارف الإحساس ده؟ إحساس إن الأرض اتهدت من تحت رجليك. طب تخيل بقى إن الإحساس ده يبقى حقيقة. أحمد ومحمود دول كانوا أكتر من صحاب، كانوا إخوات من أيام الكلية، كانوا لا ينفصلوا، رحلات، مذاكرة، سهر، وحتى لما كبروا واتخرجوا فضلوا جنب بعض، شاركوا بعض كل خطوة، من أول المرتبات القليلة لحد ما كل واحد فيهم بدأ يبني كيانه. ولما جه وقت الجواز كانوا أفراحهم مع بعض، واحد بيقف جنب التاني كأنه أخوه الشقيق. أحمد راجل مكافح وطموح، ربنا رزقه بنادية. نادية دي كانت حكاية لوحدها، بنت جميلة متعلمة وشغالة في بنك محترم. الست دي كان عندها وعي غير عادي بنفسها. بعد الجواز كتير من الستات ممكن تسيب نفسها، بس نادية كانت على طول محافظة على رشاقتها وشياكتها. جيم، أكل صحي، كانت فاهمة إن اهتمامها بنفسها مش رفاهية، ده جزء من تقديرها لذاتها ولبيتها. محمود بقى صاحبه الأنتيم كان متجوز سهام. سهام كانت بنت طيبة وعلى نيتها وحنينة قوي، بس يمكن اهتمامها بشكلها كان أقل شوية. وبعد ما خلفت طفلين وزنها زاد وبقت ست بيت متفرغة لعيالها. دي طبيعتها ودي حياتها اللي اختارتها. في الأول العلاقة بين العيلتين كانت زي الفل، زيارات متبادلة، سحور في رمضان يجمعهم، أعياد ومناسبات ما يكملوش إلا وهم مع بعض. الضحكة واللمة كانت مالية بيت أحمد ومحمود. كل حاجة كانت طبيعية قوي لدرجة إن محدش كان يتوقع إن في حاجة ممكن تتغير. لكن هنا بدأ محمود يلاحظ فروقات. كان بيشوف نادية كل يوم رايحة شغلها، أنيقة مرتبة، بتنزل من البيت كأنها موديل، وبعدين يرجع بيته يلاقي سهام لابسة جلابية، يمكن شعرها مش متسرح قوي، قاعدة بتتابع مسلسلاتها أو مع الأطفال. في الأول حاول يقنع نفسه إن ده عادي، كل واحد وظروفه يا عم محمود، بس الشيطان بدأ يلعب بدماغه، بدأ يقارن أكتر وأكتر، وبدأت المقارنات دي تتحول لبذرة غيرة صغيرة بتتزرع وتنمو جوه قلبه من غير ما يحس. الغريب إن الغيرة دي ما بقتش جوه محمود بس، بدأت تطلع في كلامه. في يوم أحمد ومحمود كانوا قاعدين على قهوة بيتكلموا في الدنيا ومشاكلها. فجأة محمود بص لأحمد كده وبطريقة كأنها عادية وبريئة قوي قال له: أنت محظوظ يا أحمد، نادية دي لسه زي ما هي، مش زي الستات اللي بيسيبوا نفسهم بعد الجواز. أحمد ضحك، يمكن عشان حاسس إن صاحبه بيجامله، وقال: ده فضل ربنا، وهي كمان بتحب تخلي بالها من نفسها. لكن محمود كمل وبدأ صوته يعلى شوية كأنه بيعاتب الدنيا: لا والله، ده أنت تستاهل كل خير، الواحد بيتعب ويشقى ويجيب فلوس، آخرته يلاقي مراته مش مهتمية بنفسها ولا بيه. الكلام ده مع إنه اتقال في سياق عام، إلا إنه زرع بذرة قلق في دماغ أحمد. مش شك في نادية طبعا، دي مراته اللي بيحبها وبيثق فيها عمياني. القلق كان ناحية محمود نفسه، هو ليه مركز قوي على الموضوع ده؟ وليه حاسس إن كلامه موجه لحد معين؟ الموضوع ما خلصش على قعدة القهوة. محمود بدأ يزور أحمد في البيت أكتر من الطبيعي، والغريبة إنه كان دايما بيختار الأوقات اللي نادية بتكون موجودة فيها. الخوف والقلق وصلوا ذروتهم في ليلة معينة. أحمد كان راجع من الشغل متأخر، فتح باب الشقة لقى محمود قاعد مع نادية في الصالة بيتكلموا. مفيش حاجة مريبة، الموضوع يبان عادي. نادية قالت إن محمود جه يسأل عليه وقعد يستناه، وهي فضلت تتكلم معاه عشان ما يزهقش. لكن عين أحمد لاحظت حاجة، محمود كان بيبص لنادية بطريقة مختلفة، طريقة ما فيهاش احترام لكونها مرات صاحبه. كان مرتاح قوي وهو بيتكلم معاها كأنه بيتكلم مع حد قريب منه قوي، وما كانش عايز يمشي. الليلة دي أحمد ما نامش، قعد يفكر في كل كلمة قالها محمود، كل مرة جه فيها البيت، كل نظرة غريبة. الصورة بدأت تتجمع. الحكاية كانت أكبر من مجرد غيرة، كانت أكبر من مجرد إعجاب، كانت ممكن تكون كارثة. أحمد قرر إنه ما ينفعش يسكت، لازم يواجه. تاني يوم الصبح كلم محمود، صوته كان هادي بس مليان تصميم: يا محمود، أنا حاسس إنك بتتكلم عن نادية أكتر من اللازم، وده مش مريحني بالنسبة لي. محمود في الأول حاول ينكر ويقلب الترابيزة:
يعني إيه؟ أنت بتتهمني في إيه؟ أنا صاحبك من 20 سنة، أنت مجنون ولا إيه؟ حاول يقلب الموازين ويخلي أحمد هو اللي غلطان. بعد المشادة دي محمود اختفى كام يوم. أحمد كان حاسس إن العلاقة ممكن تنتهي هنا، بس محمود رجع. ما رجعش عشان يعتذر، رجع عشان يقول الحقيقة اللي كانت صدمة أكبر من أي حاجة. جه لأحمد وقال له بصوت مكسور: تعرف إيه يا أحمد؟ أنا متضايق من حياتي يا أحمد. مراتي ما بقتش الست اللي اتجوزتها، وأنا بحس إني محروم. كان نفسي تكون زي مراتك نادية، من الستات اللي بتهتم بنفسها وجوزها. أنت بجد محظوظ بنادية. أحمد قعد ليلة كاملة يفكر في الكلام ده. صاحبه اللي من أيام الطفولة بيقول له كده في وشه. الصداقة دي ليها حدود، وفي خطوط حمراء ما ينفعش حد يعديها. راح لنادية وحكى لها كل كلمة قالها محمود. نادية ما كانتش مصدقة، لكن قالت إنها كانت حاسة إن في حاجة مش طبيعية في تصرفات محمود. أنا كنت بحس إنه بيبصلي بطريقة غريبة، بس ما كنتش متأكدة وخفت أكون بتوهم. محمود مشي من حياة أحمد ونادية. ما كانش فيه صلح ولا فيه فرصة للرجوع. الثقة اللي اتبنت على سنين طويلة اتكسرت. أحمد اتعلم درس قاسي قوي، إن الصداقة الحقيقية ليها حدود، وإن أقرب الناس ممكن يخونوا الثقة لما مشاعرهم السلبية تتغلب عليهم. من ناحية تانية، الموضوع ده خلاه يقدر نادية أكتر بكتير، مش بس عشان جمالها أو اهتمامها بنفسها، لكن عشان شخصيتها وطريقة تعاملها مع الموقف. الحكاية دي يا جماعة مش مجرد قصة درامية، دي حقيقة ممكن تحصل في أي بيت ومع أي صاحب. بتفكرنا إن الحياة مليانة امتحانات، وإن أصعب الامتحانات دي بتيجي من أقرب الناس لينا. المهم إننا نعرف نواجه المشاكل بحكمة، ونحافظ على قيمنا ومبادئنا مهما كانت الظروف. وياريت نفتكر دايما إن السعادة الحقيقية مش إننا نقارن نفسنا بغيرنا، ولا إننا نبص على اللي في إيد غيرنا. السعادة في إننا نقدر اللي عندنا ونشتغل على تحسينه، عشان بيوتنا وعلاقاتنا تستاهل إننا نحافظ عليها.